غابة ميتشيمون بباريس. فكرت مرة تدخل غابة ميتشيمون، بس هي مش مجرد غابة، دي أكبر متنزه مفتوح في باريس. يا صباح الفل، يا صباح الجمال. تقرير جديد من عاصمة النور باريس. احنا موجودين في بارك دلوقتي مميز جدا وقديم جدا، ان شاء الله هنشوف تفاصيل مميزة جدا اعتقد انها هتكون فريدة من نوعها. صباح الفل. كلها مساحتها أكتر من 35 فدان من الزراعات الخضراء والأنهار والبحيرات والهضاب، وأماكن استراحة وأماكن للعب الأطفال وغيرها للحفلات، وسهول طبيعية موجود فيها، مناظرها تاخد العقل. الناس هنا من كل مكان في باريس بييجوا من كل أنحاء باريس عشان خاطر يستمتعوا ويقضوا يوم كامل في حضن الطبيعة. وفيها كمان كل يوم تلاقي الناس بتلعب رياضة أو رحلات مدرسية أو ناس جاية بتلعب مع حيواناتها الأليفة، وكمان مع رعاية عالية جدا من شركات متخصصة للرعاية بالزرع والأشجار، وشركات للنظافة، وطبعا شركات للأمن، لأن المساحة كبيرة جدا وبيخافوا حد يتوه فيها. وكل ده مجانا للجمهور بدون أي تيكت أو رسوم من أي نوع. يلا بينا نتجول في غابات ومتنزه ميتشيمون الشهير في باريس. النهارده احنا فين؟ النهارده احنا بنعمل انترو جديد وتقرير جديد عن بارك تاريخي وقديم قوي واثري موجود هنا في باريس. البارك دوت ليه حدوته وليه قصه مميزه جدا، هنشوف التقرير بتاعها. هو فكرته قايمه على موضوع التكافل الاجتماعي. طبعا هو ليه حدوته كبيره، وهو موجود يعتبر في قلب باريس. ان شاء الله نوعدكم هنشوف تقرير مميزه جدا عن باريس عاصمه النور، والبارك تحديدا اللي احنا واقفين فيه دوت ليه قصه مميزه جدا. عشان كده ان شاء الله اجتهدنا ان احنا نزورها ونعرف الحدوته بتاعتها، وهنعرفها من حد من اهل المكان. اشوفكم ان شاء الله بكل خير، وصباحكم زي الفل من باريس عاصمه النور. احنا في البارك يعني بنعمل الجوله بتاعتنا، فلقينا الناس الجميله اللي دماغها زي الفل ديت. وهم ايجيبت. يو لايك ايجيبت؟ I love Egypt. Oh, I want to go to You Egypt. take, take the photo. I want to go to Egypt. ايجيبت. I love Mohamed Salah. مو صلاح. العالمي محمد صلاح مشرفنا في اي حته بصراحه. Nice to meet باي. نايس تو ميت يو.
عليكم. معكم عاطف عزيز من مدينة باريس. تحياتي وسلامي للجميع، وحنفرجكم وحساريكم في مدينة باريس وفي العزبة تبعي 35 فدان. وفي نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب، ومتابعة على انستجرام وتيك توك، واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع.